السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شوكت شامل وده فيديو جديد من رحلة شوكت. النهاردة هوريك ازاي قدرت أعمل عضلة رجل محترمة جدا بخطة بسيطة وتمارين ذكية. فيلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، أول حاجة لازم نبدأ بتسخين شوية تمارين بوزن الجسم. شغل الرجل والبطن واللور بادي، تفتح المفاصل وتدي الجسم إشارة إن وقت الشغل جه، وكمان بتخلي العضلة جاهزة ومتحفزة للحرق والاستفادة من التمرين 100%. وما تنساش كمان تعمل شوية تمارين ستريتش عشان تشغل الرجل والجناب والبطن وتجهزهم للتمرين. نخش بقى على التمرينة نفسها. دخلت على جهاز السكوات المايل، وده بصراحة من أحسن الأجهزة لو ظهرك بيتعبك، لأنه بيريح الفقرات وما بيحملش الوزن على الظهر. ركزت فيه على أداء الصحة أكتر من الوزن عشان أستفيد وأحافظ على شكل الحركة. بعدها على طول رحت لجهاز العضلة الخلفية، وده بيشتغل على الجزء اللي الناس كتير بتنساه. كل العدات كانت بوزن خفيف وعدد كبير عشان أزود الدم جوه العضلة وأحرق أكتر. وبعدين دخلت على الجهاز ده بيشغل العضلة الأمامية، ودي بقى اللي بتدي شكل الرجل المليان والمتوازن. كنت بركز على الكنترول في كل حركة، مفيش استعجال، كل حاجة بحساب. وعشان نخسس سيخ الشاورما بتاع أبو مازن ده، اشتغلت على الانر ثاي والاوتر ثاي والجلوتس كمان. دول بقى من أصعب التمارين لو زودت الوزن، بس النتيجة هتحس إن الجزء